القصة: كفاح شعب مصر. كنت يا ولدي وأنت طفل صغير في المرحلة الأولى من دراستك تطاردني كل مساء لأقص لك قصة، وكنت دائما تحظى في كل ليلة بقصة، وكنت تجد في كل قصة تسلية ومتعة. ومضت بك الأيام يا ولدي، وإذا بك قد كبرت وأصبحت فتى يدرك طبيعة الأحداث الجارية حوله، فكان لابد أن أقص عليك القصة الكبرى، قصة شعبنا العربي الخالد، قصة شعبنا المجيد عبر القرون والعصور. واليوم أقدم لك هذه الصفحات لترى فيها حقيقة شعبنا الذي نشرف بالانتساب إليه، ولترى كيف ثبت أمام المحن، وكيف صبر على المكاره والخطوب، وكيف صمد أمام عظائم الأمور، وكيف وقف في وجه الغزاة والدخلاء المستعمرين. في هذه الصفحات يا ولدي أروي لك أحداث الماضي لتلمس عظمة أجدادك، ولتدرك أنك من شعب عظيم كان يريد دائما العزة والرفعة، وكان يأبى دائما المذلة والهوان. أروي لك هذه الأحداث لترى كيف جاهد أجدادك في شجاعة وبطولة وتضحية نادرة، ولترى كيف حاول الغزاة أن يغيروا من طبيعة شعبنا وشخصية قومنا، فما لان شعبنا ولا ضعف، وما خضع ولا استكان، وكان مع الأيام أثبت من الجبال صمودا وأصلب من الفولاذ، فبقيت بلادنا خالدة. وكم من مرة اجتاح بلادنا الغاصبون وظنوا أنهم قلبوا مدنها أنقاضا فوق سكانها، فإذا الشعب الأصيل ينفض عنه غبار الاستعمار. وسترى يا ولدي في هذه الفصول المتتابعة كيف استطاع شعبنا المجيد أن يثق بنفسه ويؤمن بحقه في حياة حرة كريمة، وستدرك كيف استطاع بصبره وشجاعته وإيمانه أن يهزم المغول والصليبيين، ويتعايش مع الأتراك، ويذل الفرنسيين، ويقاوم الإنجليز. القصة: كفاح شعب مصر. الفصل الأول: جيش تحرير مصر. يبدأ الفصل الأول من كفاح شعبنا المجيد بقصة جماعة من الرعاة كانوا يعيشون في آسيا ويعرفون بالهكسوس. لقد تسلل هؤلاء القوم إلى مصر أيام أجدادنا الفراعنة، أغاروا عليها من الشمال حتى وصل زحفهم إلى ما نسميه الآن محافظة الشرقية، وعسكروا في بلدة أواريس وأقاموا بها وجعلوها عاصمة يعتصمون بها. وبدأ هؤلاء القوم يتدخلون في شؤون مصر ويزحفون حتى امتد نفوذهم إلى كثير من أرجائها، عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته. راح هؤلاء القوم يا ولدي يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبناءهم، حتى عم الغضب والسخط جميع أنحاء البلاد. ولم يكتف هؤلاء الدخلاء بكل ذلك، بل راحوا يسخرون من عادات المصريين وتقاليدهم، حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من سقن رع أمير طيبة. وكان سقن رع وقتئذ أقوى أمراء مصر وأكثرهم إخلاصا لبلاده وأشدهم معارضة لحكم هؤلاء الدخلاء. أرسل ملك الهكسوس رسولا يقول لسقن رع: إن أفراس النهر في طيبة
تزعجه في أواريس. إذا لم تكف أفراس النهر عن هذه الأصوات فسيرسل من يبيدها. فصاح سقننرع غاضبا قائلا لرسول ملك الهكسوس: هذا تهديد ووعيد. أتزعجه أفراس النهر في طيبة، والمسافة بين طيبة وأواريس 700 ميل أو تزيد؟ ثم عاد رسول الهكسوس يقول: لقد علم سيدي أنك تزيد في جيشك، لهذا أرسلني إليك منذرا ومحذرا. وما إن خرج رسول الهكسوس حتى اجتمع سقننرع برجاله للتفكير في رد هذه الإهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل. وانتهى اجتماعهم بأن يرسل سقننرع إلى جميع أمراء مصر رسله ليدعوهم إلى ضم الصفوف وجمع الكلمة وإلى لقاء قريب في القصر. شعر أمراء مصر أنه لم يعد للصبر أي مكان بعد اليوم. بعد أن سمعوا نداء سقننرع ودعوته، وجاء يوم اللقاء يا ولدي، وأعلن النفير قدوم الأمراء واحدا بعد واحد. وعندما اجتمع الأمراء بدأ سقننرع يقول: لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا أذلاء، ولن نقبل أن يتحكم فينا عدوا يفسد علينا نفوسنا وأفكارنا، ويغتصب أرضنا ويقتل أبناءنا ويحطم عزتنا وكرامتنا. ثم راح سقننرع يقص عليهم قصة أفراس النهر، وكيف كانت تقلق ملك الهكسوس في أواريس. فصاح أمير بوتو قائلا: لقد تجاوز الظالمون المدى. وصاح أمير قفط: لن نقبل هذه الإهانة أبدا. وصاح أمير أرمنت: لا بد من تأديبه وطرده من هذه البلاد. وعاد سقننرع يقول: كيف نعد للأمر عدته؟ فقال أمير أرمنت: سأقدم لقتال هؤلاء الدخلاء كل ما جمعته من عربات لكي نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به. وصاح أمير أبيدوس: لن أترك في مقاطعتي رجلا إلا أرسلته إلى قتال هؤلاء الهكسوس. وصاح أمير قفط: يا سقننرع، إن جنودي وما في خزانتي من مال وقف على قتال هؤلاء الدخلاء. وقال أمير بوتو: أما أنا فسأدبر لكم الرجال وما تحتاجون إليه من أقوات وخيام. وصاح سقننرع في سرور زائد قائلا: بورك فيكم يا أمراء مصر، هكذا تلتقي صفوفنا، وهكذا تتوحد إرادتنا. وسقط مدرجا بدماء الشرف. وكان لزوجته إياحتب الفضل في دفعه إلى ساحة الشرف، وشجعت ابنها الأكبر كاموس على مواصلة الحرب، وانتصر على الهكسوس وطهر الصعيد منهم. ثم توفي وخلفه أخوه الشاب أحمس الذي كرس حياته لخدمة وطنه. وزحف جيش مصر بقيادة أحمس من طيبة إلى الشمال، وكل جندي في هذا الجيش متحمس للقاء هؤلاء الدخلاء، متعطش إلى الفتك بهم ليخلص بلاده من الذل الذي لحقها والعار الذي خيم عليها. وما إن التقى جيش أحمس بهؤلاء الرعاة الدخلاء حتى اندفع نحوهم اندفاع الأسد نحو فريسته، وانقض عليهم انقضاض الطير الجارح على صيده. وأمام هذه الصفوف الزاحفة لم يجد هؤلاء الدخلاء غير الفرار إلى الشمال، وراح أحمس يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم أواريس. وأمام هذه الإرادة الصلبة والوطنية الصادقة لم يستطع ملك الهكسوس غير الهرب من وجه الجيش المصري، وعاد من حيث أتى. وأنقذ أحمس مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الدخلاء، بعد أن جمع الكلمة ووحد الصفوف والجهود.